أحبتي صباح الخير عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وبصحة وعافية. تابعوا معنا هذا الفيديو ودوكنوا لكم. والله غير جهال قريش ما داروهاش. أبا جهل والله ما يقبل يبعث بنته للغابة وللجبل. يا ناس ما هذا يا قوم. أثناء الطلبة والطالبات يروحوا يباتوا في جبال وفي الغابة، مخيمات في الليل، مخلطين الذكور والإناث. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولادنا كي يبلغوا 10 سنين في الحديث الطويل مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع خشية الفتنة والشهوة. هذو ولادك لازم تفرق بيناتهم في المضاجع في الفراش. أيها الجزائري وين راه النيف تاعك؟ معروف الشعب الجزائري باللي عنده النيف. تبعث بنتك تقرا في الجامعة، تبعثها تروح للجبل وللغابة في المخيمات الجامعية. يا خوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في الفيسبوك في التيك توك انشروا هذا الفيديو، انشروا هذه الفيديوهات اللي تعني تورينا اختلاط الطلبة والطالبات يباتوا في الجبل وفي الغابة. انشروه وزيدوا. لازم تحذروا من هذه الوكالة السياحية. لازم نطالبوا الدولة الجزائرية أن تجعل حد هذه الوكالة. يا ناس حبيتوا تجيبونا زلزال، حبيتوا تجيبونا الحرب، حبيتوا تجيبونا الطوفان البركان. يا ناس حذاري. البلاد اللي يكثر فيها المعاصي ربي يدمرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. كما شفتوا خرج العديد من المشايخ يعني والأئمة في المساجد كذلك داروا خطبات على هذا الأمر، يعني الأمر تاع التخييم هذا اللي ضغط المجتمعات الجزائرية. كما نعرف أن هذه الظاهرة كانت في البلدان الأوروبية، البلدان الغربية، يعني لا يتصفون بشيم الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الدين الإسلامي. يعني رأينا كذلك أن في جبال خمس مريانة انتشر فيديو لمجموعة من الشباب والشابات بمفردهم يخيمون لأكثر من 3 أو 4 أيام. هذا الشيء اللي أثار موجة من الغضب، يعني والتهبت مواقع وألهب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الكل ضد وقالوا كيف لكم أن تتركوا أبناءكم يختلطون بالرجال أياما وليالي في جبال ومخيمات ويضعون خيما صغيرة، ومع من يبيتون وماذا يفعلون هنا. وكذلك جاءت عديد التعليقات أنه لو كان هناك يعني مسؤولية في العائلات الجزائرية من الآباء والأمهات وكذلك الإخوة والأخوات لما انتشر هذا الشيء الفظيع. نحن بلد مسلم، والجزائر كما تعرفون بلد النخوة والرجال لا يقبلون بشيء كهذا. إذن التخييم في المجتمعات وفي الجبال والتخييم في الغابات ليس يعني نحن ضد هذا الأمر. حقا نحن ضد هذا الأمر لأننا جزائريون، لأننا جزائريون معروفون بالشرف، معروفون بالرجولة، معروفون بالنخوة، معروفون يعني بأخلاقهم. إذن لا داعي لمثل هذه الأفعال ولا داعي لمثل هذه الأمور. هذا الشيء لا يمثلنا ولا يعنينا، وإنما التشبه بالبلدان الأوروبية يكون في العلم والتطور وكذلك الدراسة والطب، ليس في التخييم مع الرجال في الغابات، وكذلك تشغيل أغاني ولربما مخدرات ولربما تعلمون الاختلاط أيضا. أينما يكون الاختلاط تحضر الشياطين. إذا كفوا وكفاكم عن مثل هذه التصرفات البذيئة، وكفاكم تحريضا للقصر لهذه الأعمال. فنحن مجتمع جزائري محافظ، نحن عائلة جزائرية، ابتعدوا عن مثل هذه الأمور، فهذه الأمور لا تعنينا كمجتمع جزائري. أعزائي لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا. إلى اللقاء.